السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون ممكن نصور بالايباد بعد التحديث الاخير؟ مثل ما تشوفون يا اخوان، مجرد انزل واسحب هاي، بعدها اكو زائد هنا، مثل ما تشوفون راح اسوي زوم عليه، نضغط عليه. بعد ما ضغطنا عليه اروح على اضافة عنصر تحكم. بعد ما اضفت هذا هنا يا اخوان، مثل ما تشوفون شنو اريد اضيفه هنا، شنو ممكن اقدر اضيفه. اي شيء نضغط عليه راح ينضاف ويتكرر. ممكن تسجيل الشاشه موجود هنا، اضغط عليه. بعد ما ضغطت عليه صار هنا متكرر. زين انا اريد اسجل صوتي داخلي او صوت الخارجي، بس صوت الجهاز. ملاحظه اخيره، شلون ممكن اسوي صوتي كتم او صوت الداخلي مالت الايباد، يعني صوت الاشخاص زي ما اصورهم او صوتي انا اتكلم. اجي اضغط ضغطه طويله للضغط، بس يعني فد ملاحظه، ما اجي اصور واجي واظل واضغط، مرات ما راح تصير. فهنا اظل ضغطه طويله راح يقوم يصور، ما شاء الله يخليه يصور. هنا معك علاقه وحافظ التصوير، هو خليه بالصور. هنا اذا اجي اضغط على هاي، هنا انا من اجي اتكلم الايباد راح يسجل صوتي. هنا اذا طبي هذا الخيار، الايباد اي شخص يتكلم أو بس صوت الاغاني، مثل اليوتيوب، من شاء الله مقطع يوتيوب داخله يشتغل. خارج الشخص مثل اني بصف واحد يسوي حركه ما راح يتصور. حاليا يتصور الاشخاص الخارجيين. حاليا الصوت الداخلي مالت الجهاز فقط، اغنيه، موسيقى، يعني تطبيق او كذا، هي شيء فقط. لهنا وصلنا للفيديو، اتمنى استفادتوا.